أخبار سارة وأخرى حزينة في النصر قبل كلاسيكو الأهلي بالدوري السعودي. الجهاز الطبي في نادي النصر قاعد يدرس الحين وضع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، وهل يقدر يشارك قدام الأهلي في ملعب الأول بارك ولا لا. والقرار النهائي بياخذونه قبل ما تبدأ التمارين الجماعية مساء الثلاثاء. مارتينيز اشتكى من آلام عضلية بسيطة، وعشان كذا المدرب خلاه يشارك بشكل جزئي في تمرين الاثنين، وركز معه على الجوانب البدنية بس، وهذا طبعا بعد ما سوى فحوصات في العيادة الطبية واستخدم مرافق النادي الصحي. وفي نفس الوقت الجهاز الطبي أكل ضربة ثانية بعد ما رجعت الآلام للحارس نواف العقيدي في العضلة الخلفية، والظاهر إنه بيغيب عن الماتش الجاي. والمشكلة إن الغيابات مستمرة في حراسة المرمى بسبب إصابات الركبة لراغد نجار ومبارك البوعينين، وهذا اللي خلى الجهاز الفني يستعين بحراس من الفئات السنية عشان يغطون النقص في التمارين الأخيرة. وعلى طار الأخبار الزينة، التمارين شهدت رجعة التوربيد السنغالي ساديو ماني بعد ما تشافى من الإنفلونزا اللي منعته يكمل تمرين الأحد، وظهر بجاهزية كاملة في حصة الاثنين. مو بس ماني، حتى كينغزلي كومان ومحمد سيماكان وبروزوفيتش ومعهم سلطان الغنام وعلي الحسن كلهم تشافوا من نفس التعب وشاركوا في آخر تمرينين، وأكدوا إنهم جاهزين لمواجهة الأهلي بطل آسيا للنخبة. وبين اللعيبة اللي جهزوا والغيابات اللي توجع الراس، الجهاز الفني ينتظر تتضح الصورة كاملة قبل هالمباراة اللي تعتبر اختبار حقيقي للفريق في مشوار المنافسة. الجدير بالذكر إن النصر متمسك بالصدارة ب 78 نقطة، والأهلي يطارده في المركز الثالث ب 68 نقطة.